ازيكم عاملين ايه في حلقة جديدة من قناة كروشيه توتو. والنهاردة ان شاء الله هتكلم معاكم عن جميع انواع الشامبو اللي انا استخدمتها الفترة اللي فاتت. تمام، لو صوت المروحة مغطي شوية على صوتي فمعذرة يعني، ولكن الدنيا بصراحة حر جدا زي ما انتوا شايفين يعني. الله المستعان. ولكن اتمنى ان تعذروني ان شاء الله باذن الله. في الفيديوهات اللي جايه هحاول ان انا احسن شويه من جوده الصوت. طيب، اول حاجه لاحظتها كده في القناه ان الناس اللي بتشوف الفيديوهات الفتره اللي فاتت كلها مش الناس المشتركه عندي في القناه. يعني 3/4 الفيديوهات اللي بتتشاف بجد بتتشاف من الناس اللي بره القناه. فيعني لو سمحتوا تتاكدوا دلوقتي ان انتم مفعلين زر الجرس في القناه عشان يوصلكوا اشعار بكل الفيديوهات الجديده. والناس اللي مش مشتركة في القناة تشترك في القناة وتفعل زر الجرس برضو عشان يوصلها إشعار. ماشي، فخلينا نتكلم أول حاجة عن الشامبوات اللي أنا هعرضها دلوقتي. هي مش أفضل شامبوات في الدنيا ومش أسوأ شامبوات في الدنيا، ماشي، ولكن أنا لحد الآن ملقتش فعلا الشامبو اللي أقول لكم فيه إن أنا شعري اتحول وإن شعري بقى أحسن شعر في الدنيا والكلام ده كله. بصراحة مفيش لحد الآن مفيش. أنا هحط لكم في صندوق الوصف عندنا لينك كده هيدخلكم على الحسابات بتاعتي التانية على القنوات الباقية، ماشي، أو على السوشيال ميديا التانية. تمام، فلو حابين تشتركوا فيها تمام. لو مش حابين أنا هتكلم دلوقتي عن أسوأ شامبو تقريبا أنا بجد جربته في حياتي كلها، ماشي، واكتر شامبو نشف لي شعري وبوظهولي بطريقه غير طبيعيه، وانا لحد الان بحاول ارجع شعري زي الاول، ماشي. وهو الشامبو دوت، ماشي، اللي هو جاي اللي هو اللاين ده من بوبانا، اللي هو بتاع هايدريشن، اللي هو بالكوكونات اويل. في العادي انا اساسا ما بحبش الكوكونات اويل في الشامبوهات بالذات، لان انا ما بحبش الريحه بتاعته، ماشي. انا بحب الكوكونات اكله كده عادي مفيش مشكله. ماشي، بحب الزيت بتاعه مفيش مشكله منه كزيت خام، لكن اللي هو يتحط على شامبو انا ما بحبوش، ما بحبش الريحه اساسا بتاعته. لكن الفكره كلها ان هو مش للهايدريشن خالص، هو بسبب اساسا جفاف في الشعر، بينشف الشعر بشكل غير طبيعي. حتى يعني انا كنت جايبه اللاين بالكامل، ولو انتوا ما شفتوش الفيديو بتاع بوبانا المنتجات اللي انا اشتريتها من بوبانا، انا كنت جايبه اللاين كله على بعض، وجايبه الكونديشنر، وجايبه الهير ماسك، وجايبه كمان الليف ان. بجد يعني سيئين، يعني اللاين نفسه سيء اساسا جدا وبينشف الشعر بشكل فظيع، ماشي. فده اول واحد وما انصحش بيه اي حد تماما، ولكن لو في ناس شعرها دهني زياده عن اللزوم ممكن يعجبها، الله اعلم يعني، ماشي. تاني شامبو معانا وهو من ناحيه يعني فاتيكا. الشامبو دوت انا لسه جايباه من قريب، وهو بيخلص بسرعه قوي، يعني هو 360 مللي ولكن بيخلص بسرعه جدا جدا. فانت بتحتاجي كميه كبيره عشان تحسي ان انت غسلتي شعرك. بيغسل الشعر تمام كويس، ولكن برضو بينشف الشعر بس مش بنفس القدر من ده، ماشي. على الرغم ان ده اغلى من ده، بس هو لا مش بنفس القدر، يعني ده ما بينشفش الشعر زي ده خالص بالنسبه لي. لكن بينشف الشعر، بينشفه بس مش بنفس الليفل ده، فده ارحم شويه. وده انا جبته لسبب واحد، انا ما يعني دخلت مكان ما كنتش لاقيه ولا منتج من المنتجات المصريه اللي هي يعني المنتجات اللي هي ضد المقاطعه او كده، ماشي، او اسمها ايه، ضد المقاطعه ولا مع المقاطعه، مش عارفه. المهم يعني المنتجات يعني بعدنا خالص عن المقاطعه، فالمنتجات اللي هي المصريه ما لقيتش غير فاتيكا فجبته. بس عندنا الشامبو دوت، وهو المفروض ان دوت شامبو هندي. انا كنت جايباه من زمان، يعني انا حاليا مقاطعه المنتجات الهنديه، فلو انتوا مش عارفين المنتجات الهنديه المفروض نقاطعها فممكن تعملوا سيرش وتشوفوا احنا ليه المفروض نقاطع برضو المنتجات الهنديه. تمام، انا كنت جايبه اللي هو اسمه ايه، اسمه كاش بال دوت من زمان قوي. كاش بال دوت مشكلته بقى عكس دول خالص، مشكلته اللي هو بيدهن الشعر بشكل غير طبيعي، يعني ولا ده يعني مفيش حاجه وسط كده. نفسي في حاجه وسط، ولا هي بتزيت الشعر ماشي وتلاقي الشعر كده لزق في بعضه، ولا هي بتنشف الشعر، تمام. مشكلته بس الكونديشنر بتاعه تحفه. الكونديشنر بتاعه انا كنت جايبه برضو الكونديشنر، كنت جايبه الهير ماسك، بجد جميل جدا الكونديشنر، جميل يعني انصح بيه. بس ما تجيبوش يا جماعه المنتجات الهنديه عشان هي مقاطعه. اللي هو بينقذني دوت، ايوه ماشي.
الشامبو دوت بينقذني جدا ساعه ما يكون عندي قشره، وفي الاغلب القشره بتتكون اكتر في الشتاء مش في الصيف، فانا بستخدمه في الشتاء اكتر. فالشامبو ده على فكره هو شامبو طبي، ما مش حاجه كوميرشال كده والكلام ده كله. طبعا مصري اكيد يعني، ولكن هو حلو قوي للقشره، فانتوا بتحسوا فيه نفس احساس كده هيد اند شولدرز، تمام، اللي هو الاحساس بتاع المنت دوت، بس هو نفس الاحساس ده بالظبط. خلاص اوكي. وهو اللي ممكن انصح بيه الناس فعلا وهو ده. سيرو فايب هو شامبو وسط كده ما بين الحاجه الكويسه والحاجه الوحشه. هو مش كويس جدا جدا عشان برضو اكون صريحه معاكم، ولا وحش، ماشي. الاحلى منه في اللاين في دوت في سيرو فايب ده هو السيرم بتاعه. السيرم بجد جميل جدا جدا، ماشي. ولكن الشامبو العيب الوحيد فيه ان هو شويه لو انت شعرك دهني قوي هيزود افرازات الدهون عندك، يعني هتحسي ان شعرك مدهن اكتر، مش هتحبيه. لكن لو انت شعرك وسط كده زي حالاتي، ولا هو مدهن قوي ولا هو يعني ناشف، حاجه بين البنين، فهتتقبليه. بس هل انا اعجبت بيه 100% او قررته تاني؟ لا، انا ما قررتوش تاني، بدليل ان هو لما خلص انا كنت جايبه بعديه بوانا، كنت جايبه بعديه فاتيكا، لان انا ما لقيتش حاجه اجيبها فجبت فاتيكا، مش عارفه اجيبها بصراحه. تمام. الفيديو هو سريع جدا لان انا اساسا ما استخدمتش الشامبوات كتير، ولكن انا حابه دلوقتي في الكومنتس اللي انتوا تكتبوا لي ايه الشامبوات اللي انتوا استخدمتوها، وايه بجد الحاجات اللي هي جابت معاكم نتيجه فعلا، الشامبوات الحلوه. يعني محدش يكتب لي ممكن كذا ممكن، لا، قولي لي الشامبوات الحلوه بجد عشان ابدا اجيبها واستخدمها، لان انا دلوقتي كده ما عنديش شامبو اساسا، فمش عارفه استخدم ايه بصراحه يعني. تمام. حاجه كمان عايزاكم تكتبوها لي تحت في صندوق الوصف، سوري مش في صندوق الوصف، في الكومنتات. ايه الصن بلوك الكويس اللي انتوا استخدمتوه، عشان انا لسه هتكلم كتير قوي وهستفيد من الشرح في ديرماتيك اللي انا جبت الصن بلوك بتاعها، بقالي تقريبا 10 ايام كده بستخدمه، بصراحه ما طلعش خالص زي ما انا متخيله. فيا ريت تكتبوا لي تحت في صندوق الوصف. في سؤال بقى عايزه اساله لكم، هو ليه بايوديرما مش مع المقاطعه، ماشي، وليه لاروش بوزيه مقاطعه؟ يعني انا ما شفتش خالص ان شركه لاروش بوزيه مثلا اعلنت اللي هي بتأيد الكيان الفلاني ده، ماشي. فاشمعنى مع ان الاثنين منتجات فرنسيه؟ ليه؟ يعني انا لاحظت الناس كلها بتتكلم ان بايوديرما يعني مش مقاطعه، لكن لاروش بوزيه مقاطعه، فانا مش فاهمه ليه. يعني لحد دلوقتي برضو انا مش فاهمه. على وشك ان انا اجيب الصن بلوك بتاع لاروش بوزيه بسبب اللي حصل لي من ديرماتيك، ماشي. وانا ما بحبش العب كتير في حته البشره دي، لان انتوا زي ما انتوا عارفين ان البشره ديت بتتاثر بشكل غير طبيعي. يعني انا بشرتي اساسا بايظه قوي الفتره ديت بسبب خاصه الجزء اللي هو خلف الطرحه دوت. الجزء ده بصوا عندي حبايه هنا شكلها بشع جدا، الحبايه دي خفت قوي، ماشي، بسبب ديرماتيك. فبجد قولوا لي ايه السبب ان دي مع المقاطعه ودي مش مقاطعه؟ يعني ايه السبب؟ انا برضو لحد دلوقتي مستغربه. ماشي. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان يعني نكبر.